الأول وقعه يحيى الشريف في الدقيقة 39 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الثالثة المدافع بالكلام بعد هذه اللقطة الضائعة يزور الشبكة للمرة الثانية لصالح فريق شبيبة القبائل، وصعود موفق للمدافع المتألق بالكلام. وكان هذا بالرأس أيضا. وجاء الهدف الثالث لصالح الكناري في الدقيقة 16 من الشوط الثاني، دائما بعد هذه الفتحة الجانبية عن طريق من مفتاح، نعم ربيع مفتاح، ورأسية عودية الذي أضاف الإصابة أو الهدف الثالث لصالح أصحاب الأرض فريق شبيبة القبائل، الذي لم يكتفي بهذه الحصيلة ليضيف هدفا رابعا وأخيرا عن طريق المدافع كذلك بالعباس الذي دخل بديلا كما تابعنا في هذه الصور لتختم النتيجة. عودية سجل ثاني هدف له على التوالي.